النهارده بقى هنعمل مع بعض الزبادي بطريقه سهله جدا وبسيطه، ودي الطريقه اللي انا بعمل بيها على طول ما بغيرهاش نهائيا، عشان دي انجح طريقه معايا. يعني انا بصراحه شفت طرق كتير جدا جدا وما جربتهاش، وحبيت ان انا افضل في المضمون وفي الطريقه اللي انا بعملها، وبيطلع الزبادي معايا مظبوط وتمام جدا. احنا عملنا زبادي بالفراولة زي ما انتوا شايفين، وعملنا زبادي اللي هو العادي اللي هو بيكون سادة. تمام، بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو انت اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. اول حاجة كده، هنا عندي ده كيلو من اللبن المغلي، واللي التاني دوت كان حوالي 600 جرام، يعني ايه نص وحاجات بسيطة. تمام كده اهو. اللبن ده طبعا انا غليته، وياريت ان هو يكون دافي، اللي هو تستحملي السخونية بتاعته، ما يكونش بارد وما يكونش سخن يا جماعة. دي اهم خطوة في الزبادي. تمام، اللبن بتاعك اللي انت لما تيجي مثلا تحطي صباعك كده في اللبن تستحمليه. هنجيب بقى كوبايه زبادي كده، دي اللي هي العادي زي ما انتم شايفين، وممكن يبقى زبادي من اللي هو البلدي كمان. تمام تمام، بس انا بصراحه بحب استخدم دي المراعي. هنقلبها كويس جدا جدا لحد ما تبقى سايله معايا زي ما انتوا شفتوا كده. هي طبعا اول ما انت تعمليها بس بالمعلقه هتبقى تمام مظبوطه معاكي. في ناس بتحب تحط في كل كوبايه معلقه من الزبادي وتصب عليها اللبن وبعد كده تقلب، بس بصراحه الطريقه دي سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. احنا نقلب كوبايه الزبادي كويس جدا جدا، وبعد كده نفضيها على اللبن بتاعنا ده كده، زي ما قلت لكم كيلو من اللبن. وايه، هنقلبه كويس بقى كده بالمضرب عشان نوزع كوبايه الزبادي كلها في قلب اللبن. انا عامله كميه الزبادي الساده اكتر عشان احنا هناكله اكتر طبعا عشان هنصوم. لكن اللي بالفراوله ده عاملاه ايه، لجويريه. اوكي، هنا كده بقى بعد ما قلبته كويس جدا هفضيه بقى في كوبايه الزبادي. تقدري تفضيه في اي كوبايات تانية عندك براحتك، بس اهم حاجة يعني ما تكونش اللي هي كرتون ولا كوباية، يعني كوباية ازاز لو بتستخدميها للشاي او اطباق صغننه. ليه حسب بقى، يعني انت هتاكلي قد ايه زبادي. الكوبايات دي انا شاريها مخصوص للزبادي، وكنت مصورها لكم قبل كده في الفيديو بتاع مشتريات رمضان. تمام كده اهو. هنصب بقى فيها الكيلو. بصوا، هو الكيلو اصلا ما شاء الله عمل لي 7 كوبايات وكمان. يعني بصوا، حطيت معاه المج ده. لو انا جيت اتصدمت بشتري كوبايه الزبادي، لقيت الكوبايه ب 11 جنيه. كوبايه الزبادي الكبيره ب 11 جنيه. يعني شوفوا انتوا بقى مثلا لو أسرة كاملة فيها كام فرد هتجيب كام كوباية زبادي؟ يعني بجد بجد حرام. أنا من كيلو اللبن أهو، الكيلو اللبن أنا عارفة إن هو غالي شوية، بس برضو مش هيبقى، لو جبنا كوبايتين زبادي أو 3 كوبايات هيبقى أكتر من حق الكيلو اللبن. تمام كده أهو. هنا برضو عملت الفراولة، علبة زبادي فراولة، وعملتها ايه كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. تمام. قلبتها كويس لحد ما بقت سايلة، وفضيتها برضو ايه على اللبن بتاعي. هنا بقى في خطوة مهمة، ممكن نضيف على اللبن دوت شوية كده من لون الفراولة. ممكن نضيف بودرة كريم شانتيه بتاع الفراولة. تمام، برضو نحط منه شوية. ممكن نضيف معلقة صغيرة من الجيلي البودر، اللي هو بحيث ان هو يدينا الطعم ويدينا ايه اللون برضو بتاع الفراولة. وممكن نضيف برضو عصير فراولة، بس انا هعمل لكم فيديو تاني للزبادي بالفراولة بطريقة تانية. برضو الطريقة دي ناجحة وممتازة، انا جربت بصراحة قبل كده ونجحت معايا. انا ضفت ايه بقى على المكونات دي؟ انا بصراحة حطيت كوبايتين الزبادي، لاني ما كانش متوفر عندي البودرة بتاعة الزبادي، اللي هي اللي هي بودرة الكريم شانتيه. تمام كده اهو. هنا بقى بعد ما وزعت كده الكوبايات في الصواني زي ما انتوا شايفين، رحت بقى ايه، كان ميه غليت الميه كويس في الكتل وصبيتها في قلب الصينيه. تمام، اللي هي تبقى مغطيه نص الكوبايه، ونكون مشغلين الفرن يكون حوالي 10 دقايق، ونطفيه وندخل الصواني ونطفي عليه، وما نفتحوش غير تاني يوم يا جماعه، اقل حاجه 8 ساعات. بصي علبه الزبادي عامله ازاي ومتماسكه، والوش بتاعه كريمي وتحفة جدا جدا، واحسن من اللي بنشتريه من بره 100 مرة، واوفر بكتير. وبصوا بجد حاجة خطيرة. وادي اللي بالفراولة، بصوا عامل ازاي الزبادي متماسك جدا جدا. انا بصراحة هنا ما حبيتش ان انا اعمل يعني بالمعلقة، لان انا كنت لسه بصراحة ادخله التلاجة، فكنت نازلة رايحة عند ماما، فحبيت ان انا اكمل فيه تصوير واوريهولكوا قبل كمان ما يخش التلاجة هو عامل ازاي. تمام، بس طبعا لما نعمله مع بعض تاني هبوريكم برضو بالمعلقة قوامه بيبقى عامل ازاي.
قوامه يا جماعه بجد تحفه وطعمه خطير جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه لانه بجد اوفر لكم بكتير جدا. وان شاء الله الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون سهله وسريعه. وكل سنه وانتوا طيبين وتعود عليكم الايام بالخير يا رب وتعملوا كل حاجه حلوه ان شاء الله. رمضان كريم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد بوصفه جديده. باي باي.